السليقة السودانية هل هي بتختلف من الفتة واللحمة والرز المصرية ولا لا؟ وصفتنا الليلة ما السليقة السودانية، بس السليقة السودانية الحمراء على طريقتي. وبما إنه الشتاء دخل علينا والدنيا برد وما عارفين تعملوا شنو وطبخات لأولادكم، لأنه هم بيحبوا التغيير والطبخات الجديدة كل يوم، لازم تجربوا الوصفة دي حقت بيتنا. وبالرغم ان احنا صايمين اقباط السودان صايمين او اقباط عامة صايمين، لكن الوصفة دي كانت قديمة، قلنا لازم ننزلها لكم عشان تجربوها. واكتبوا لنا في التعليقات انتوا بتشاهدونا من انهي دولة. بصراحة تفتة بالقرقوش والرز مع الشعرية وتفتة اللحمة كده المحمرة وتقلبها وتحصل عليها الليمونة والشطة الحمراء والزبادي اليوناني، حاجة كده فنانة جدا جدا. احنا السودانيين بنحب اللحمة، واحنا هنعملها من الكتف بتاع الخروف او الضاني ومن غير العظام، يعني مشفاي من العظام. خدتها في المصفى، اول حاجة ببشر عليه ليمونة كاملة صفراء، ونفس الليمونة دي انا بعصرها على اللحمة دي عشان تنزل كل السوائل وتفكك الأنسجة وتطري اللحمة وتشيل الزفرة. ملعقة صغيرة من مرقة الخضار لأن فيها الملح وفيها كل البهارات، وبدهنها كده كويس في اللحمة وبستناها كده شوية لحد ما تنزل كل السوائل. في الحلة نص ملعقة أو كبشة من السمنة البيتية المستكة اليونانية، ما تنسوها، بتشيل الزفرة. عود من القرفة وخلنجان سوداني وشوية توت اللي هو جنب البرس، وكمان فلفل أسود وهبهان، وبصدم اللحمة في السمنة. وبالمناسبة الطريقة دي أفضل طريقة تعملوا بيها السليقة السودانية. أول ما بتحمر معايا من تحت ببتدي بقلب اللحمة دي من كل النواحي لحد ما اللون يكون بتاعها البني دي، وأول ما وصلت اللون البني ده بغمرها بالموية السخنة. وزي ما شايفين هي بالطريقة دي ما بتطلع الريمة كده كتيرة على الوش. بعد ما بتخلص من الريمة بديها عودين من الكرفس، طماطماية كبيرة، بصلاية كبيرة، جزراية كبيرة مقطعة، و3 فص توم، نص ملعقة كبيرة من الملح، وبخلي اللحمة لحد ما تستوي معايا. أول ما استوت أنا بطلعها في الصينية وببتدي بصفي الشوربة دي. برش عليها شوية من الفلفل الأسود اللحمة، وبتاعة ملعقة كبيرة من السمنة بدهنة كده عليها عشان احنا هندخلها الفرن. عايزين بعدين تحمروها حمروها، بس انتوا شايفين هي تطلع لونها كيف أحمر. وخدت الرشة بتاعة مرقة الخضار الفيجيتا. في الطوة عندي بتاعة 3 ملعقة كبيرة من السمنة البيتية، وبصدم راس كبيرة مهروسة من الثوم، وبعد ما بيطلع الريحة بتاعته بضيف له ملعقة كبيرة من الكزبرة وملعقة ونص كبيرة من الصلصة عشان تديني اللون الأحمر، وربع ملعقة صغيرة من السكر عشان تكسر الحموضة، ملعقتين كبار من خل التفاح، ودي القدحة بتاعة الشوربة. بخليها كده بعد ما بكب القدحة تغلي كده لمدة 10 دقائق والوصفة جاهزة. لو عجبتكم اكتبوا لنا في التعليقات 5 كلمات ولايكات وشيرات واكسبلور كمان.